كتير مننا بيعاني من سمنة موضعية في منطقة أو كذا منطقة من مناطق الجسم، ولكن الوزن يكون كويس. يعني ناس كتير بنلاقيهم المعدل الطول مع الوزن كويس جدا، ولكن بيعاني من شوية بطن، شوية أرداف. وده يمكن نتيجة عدم حدوث حركة أو العضلات ما بتشتغلش، عشان لو العضلات بتشتغل بتكسر الدهون اللي حواليها. ولكن علاجها من أبسط ما يمكن. أول حاجة اللي احنا ننظم أكلنا وشربنا ونقلل أكلنا شوية عشان الدهون دي تتحول لطاقة. ولو ما نفعش بنعمل أجهزة، ودي التقنية الوحيدة اللي شغالة في أوروبا، تقنية الأجهزة الراديو فريكوانسي. دي أهم تقنية لإزالة الترهلات وعلامات ما بعد الولادة والجلد المترهل. تقنية الكافيتيشن ودي بتعمل على خلخلة الدهون بصورة بسيطة من غير جراحة. وتقنية اللايبوفريز ودي أحسن تقنية لتجميد الدهون وتكسيرها. وبعد كده بتخش الغدد الليمفاوية وبتنزل في البول والبراز من غير مشرط، من غير شفط، من غير شد. ولكن كل التقنيات دي بتجيب 60% من اللي في دماغ الشخص أو من النتيجة المرجوة. ولكن لو المشكلة إن الشخص نزل في الوزن بصورة كبيرة وحصل ريدندنسي أو العضلات تهتكت، فبالتالي لازم نعمل عملية الشفط والشد الجراحي، ولازم تبقى تحت إشراف طبي تام، ولازم نعرف اللي ليها مضاعفات أكتر من الفوائد، ولازم نطمن على فحوصاتنا وتحاليلنا قبل ما نستخدم المشرط في الشفط والشد. ولازم حتى بعد العملية نظام تغذية صحي عشان الدهون ما تروحش في حتة تانية وتتراكم مرة أخرى. نشوفكم دايما في موضوعات طبية جديدة مع كلينيدو.